عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. قبل ما نبدا هذا الفيديو تنبغي نرحب بالمشتركين الجدد وتنشكر كاع الناس اللي تيشجعوني. ودائما في سلسله حلويات العيد اليوم جبت لكم هذا البلاطو ديال الكنافه بثلاثه ديال الاشكال، راقي ساهل ما خاصو لا عجين لا والو. نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام ديال عجينه الكنافه راه تتباع جاهزه، 100 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش، 100 غرام ديال الكركاع محمر كذلك ومهرمش. غنحتاج لهم 150 غرام ديال الزبده نوازيت تيكون هذا هو الشكل ديالها، 2 معالق ديال سنيده. غادي نحتاج كذلك واحد 50 غرام ديال المشماش مقطع، 2 فاني و3 معالق ما زهر، ثم 2 معالق حتى 3 المعالق ديال البراليني باللوز. دونك اول حاجه تندير تنحضر الحشوه، تناخذ هذاك اللوز والكركاع اللي غنزيد عليه هاد باقي المكونات اللي قلت لكم، الفاني ما زهر سنيده والمشماش، ثم غنجمعو بالبخاليني. الناس اللي بغاو كيفاش تيتحضر البخاليني خليوها ليا في التعاليق. ثم كيف ما قلت لكم باقي المكونات. هاد الحشوه تجي رائعه، اللوز والكركاع تيتواتى بزاف مع المشماش. ثم كيف ما قلت لكم غادي نزيد الماء زهر، جوج المعالق، الا بان لكم خاصكم تزيدوا معلقه اخرى حتى 3 المعالق ماشي مشكل. ثم غادي نزيد البخاليني. انا هنا هزت ليا 2 معالق كبار، ثم غنجمع هذيك الحشوه حتى تتجمع مع البعض ديالها. وبالنسبه للقوالب انا اختاريت هاد 3 الاشكال، هاد الشكل الاول ديال لي طارت، هذا كذلك، وهاد الشكل ديال السيجار، وهكا غنشكل البلاطو ديال الكنافه. غادي نبداو بالشكل الاول اللي هو هاد السيجار هادو اللي غادي نعمرهم في الاخير. كيف ما لاحظتوا تناخذ واحد الاشرطه ديال الكنافه وغادي نبدا ندور على السيجار بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله، وضروري نخلي شويه ديال ليسباس الفوق والتحت باش ملي يطيب السيجار نلقى كيفاش نخرجو. نتمنى تكون الطريقه واضحه. ثم تنضغط عليه بحال هكا باش يشد هذيك لافورم، وتيكون هذا هو الشكل الاول. نعاود معكم واحده اخرى. كيف ما قلت لكم تناخذوا اشريطه بحال هكا وتنلوي على هذاك السيجار، وتنضغط، وهذا هو الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني تناخذ هذيك الكنافه تنحلها بحال هكا على باش تحل ليا، ثم غنضيف لها الزبده. في الاول 3 المعالق اللي غنحاول ندخلهم في هذيك الكنافه، وغادي نشوف ديما الزبده على حسب. المهم تتحاولوا تدخلوا الزبده كامله في الكنافه، وإلا بان لكم مازال خاص الزبده غتزيدوا كيف ما غندير انا. هنا زدت 2 المعالق ديال اخرين، وضروري ندخل هذيك الزبده في الكنافه. ثم تنبدا ناخذ هذيك الكنافه وتنحاول نغطي القالب بحال هكا، تنغطي الجوانب والقاع. تندير واحد شويه ديال الحشوه الوسط هكا تنجمعها، الى كيف ما لاحظتوا تتجمع بين اليدين حقاش فيها البراليني اللي تيجمعها، وتنضغط جيدا باش يشد ليا لا فورم. ثم غادي نغطي عاوتاني بشي شويه ديال الكنافه، وانا تنضغط ضروري باش تشد ليا الفورم. وتنكمل بنفس الطريقه. الا لاحظتوا هذا المول راه تيعطينا كميه كبيره، بلا ما نبقاو نديرو كل واحد بوحدو. كيف ما قلت لكم تنغطي القاع، تندير شويه ديال الحشوه اللي تنغطيها كذلك بالكنافه، وضروري نبقى نضغط باش تشد ليا الفورمه ديال هذاك المول ديال لاطاخت. وغادي نكمل هذا القالب كامل بنفس الطريقه.
ما لاحظتوا انا خدمت معكم الاولين وريتهم لكم، مي باش تجيكم الخدمه سهله من الاحسن ديروا هذيك الكنافه لتحت الحشوه وعاوتاني تغطيو كلشي في دقه واحده باش ما تبقاوش تخدموا كل وحده بوحده وتجيكم طريقه سهله. انا الاولين غير وريتكم كيفاش غادي يجيو، اما الخدمه راه هي هذه باش تكون سهله وعمليه. كيف ما لاحظتوا تندير الحشوه تنعمر تنضغط وغادي نجي نغطي هادشي كامل بالكنافه. ثم خاصني ضروري نضغط تناخذ انا هاد الكاس، يمكن لكم تضغطوا باي حاجه على قد العبار ديال هاد ليمول ديالكم، وغناخذ واحد المقص وغنحيد هادوك الجوانب باش يجيوني هاد لي طارت مفينين وكاملين شكل واحد. كيف ما لاحظتوا معايا تنضغط جيدا وهذاك الشيء اللي تيخرج من تنحيدوه هكا بالمقص باش يجيو كيف ما قلت لكم كاملين شكل واحد وما يبقاوش هادوك الشعيرات ولا هادوك الشناتف خارجين من الجوانب. وتيكون هذا هو الشكل الثاني. كيف ما لاحظتوا ساهل، يمكن لكم حتى لاخر دقيقه توجدوا هذا البلاطو ديال الحلويات، ما تياخذش وقت بزاف وتيجي المنظر ديالو راقي بزاف. غادي نكمل انا نحيد شناتف وندوزو للشكل الثالث. شفتوا دابا كيف ما لاحظتوا معايا تيوليو كاملين مقادين. وبالنسبه للشكل الثالث تناخذ هاد ليمون اللي تيتباعوا حتى هما ديال لي طارت، هادو راه تيدار فيهم لي طارت لي كيك هكا صغيورين تيمونطيو فيهم سلو، غنشوفوا مع بعضنا بزاف ديال الاستعمالات ديالهم. تنديروا كنافه لتحت بنفس الطريقه الحشوه، ثم غنغطي بكنافه. هاد الشكل باش زوين مجموع من الجناب، يعني تيبقى شاد هذيك لا فورم، ما علينا الا نضغطوا جيدا، ودائما استعمال الكأس راه تيعاون. ثم غادي نحيد هذوك الجوانب اللي قلت لكم باش تيبقى الشكل تيبان زوين ومقاد. وتيكون هذا هو الشكل الثالث. ثم تندهن هذاك السيجار، حقاش كيف ما لاحظتوا معايا ما دهنتوش في الاول باش عاونني في اللويان. ثم غندهنو كامل بالزبده وتندخلهم الفرن مسخن على 180 درجه، ما تياخذوش وقت بزاف الا كان سخون، واحد 15 دقيقه 10 دقائق. ولكن دائما الكنافه خاص المراقبه حقاش دغيا تتحرق، خاص ضروري نراقبوا الفران ديالنا وكل سيده وعلى حسب الفران ديالها. غندهن هذوك الحبات كاملين وغندخلهم الفران، وغادي نبقى نوريكم الشكل ديالهم في الفران باش في كل مرحله تشوفوا كيفاش تيكونوا، تعرفوا اللون اللي خاصكم تخرجوه فيه من الفران. كيف ما لاحظتوا هنا في الفران بداو تياخذوا لي داك اللون الذهبي، باقي لي سيجار شي شويه، ثم غنخرجهم ونزينوهم. وهذا هو اللون اللي خاص تكون فيه هذيك الكنافه. كيف ما لاحظتوا انا بغيت نوريكم باش تعرفوا اللون. وهادو هما الاشكال. بالنسبه لهذاك السيجار تنحاول نشدو ما بين اليدين ديالي ونخرج هذاك القالب بشويه باش ما يتهرش ليا السيجار. هذا هو الشكل الثاني. كيف ما لاحظتوا تيتحيدوا بسهوله حقاش فيهم الزبده. هذا الشكل الثاني. ثم هذا هو الشكل الثالث ديال هذوك لي طارتليت. في هذه المرحله هذه ما عليا الا نسقيهم بالقطر اللي كنت ندير فيه كاس ديال سنيده، كاس ونص ديال الماء، ساشي ديال الزهر وقشور ديال الحامضه. ثم تنسقيهم جيدا باش يبقاو مقرمشين وتبقى فيهم هذاك المذاق. غادي نسقي كاع الحبات كيف ما تلاحظوا، راه تيبقاو زوينين واخا تنسقيوهم تيبقى المذاق ديالهم زوين بزاف. بالنسبه للتزيين عندي هنا زنجلان اسود، هذوك شويه المشماش، عندي حبات ديال الكراميل، عندي الكركاع، عندي هكا اللوز باطوني واللوز افيلي، شويه شويه من الحاجه للتزيين، وديما التزيين راه تيبقى على حسب الذوق. بالنسبه لهاد الحبات هادو تنحط فيهم هذيك الكركاع بهذه الطريقه هذه، هذا الشكل الاول. ثم تنعاود ندهنها بالسيرو باش تبقى عطياني داك اللمعان.
وتبان المنظر ديالها زوين. بالنسبه لهذا الشكل الثاني اللي هو نفس الشكل غير زينته بجوج ديال الطرق باش يجي البلاطو مختلف، تنحط فيه هكا هذا اللوز بهذه الطريقه. ضروري ندهن باش يلصق اللوز. طريقه كيف ما لاحظتوا راه بسيطه جدا. وتيكون هذا هو الشكل الثاني. بالنسبه لهذا الشكل هذا حتى هو كيف ما لاحظتوا تندير عليه هكا زنجلان اسود باش يعطيني شويه ديال اللون. ونصف الكميه الاخرى اللي بنفس الشكل تندير عليها هكا حبيبات الكراميل. كيف ما لاحظتوا كل شكل زينته بجوج ديال الطرق باش يجي البلاطو مختلف. ثم بالنسبه لهذوك اللي زينتهم بالزنجلان الكحل زدت عليهم واحد الطريف ديال المشماش هكا باش يعطيني شي شويه ديال اللون. ثم الشكل الاخير اللي هما داك السيجار، تنحتاج اي شوكولاته ديال الدهن. انا استعملت هنا النوتيلا، المذاق ديالها ما تخيلوش شحال تيجي رائع مع هاد الكنافه هادي. ثم غادي نعمر هذاك السيجار بحال هكا بالبوش. كيف ما لاحظتوا انا غنوريكم من الداخل. تنحاول نعمر من الجهات بجوج باش الشكلاط يكون في الجهات بجوج. كيف ما لاحظتوا معايا. ثم غنزين هذوك الجوانب بهذاك الشيء اللي عندي زنجلان اللي كاين عندي في التزيين. وتيكون هذا هو الشكل ديال البلاطو ديالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشجعوا القناه وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. نخليكم مع باقي الصور.